ازاي تستعيدي ثقتك بنفسك، وازاي يكون عندك شخصية مستقلة، وازاي تكون يعني تحسي بذاتك. تمام. فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة علشان تسمعوا الفيديو عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى ان فيديوهاتي اللي انا بقدمها تكون بتعجبكم. ويلا بينا ندخل في الفيديو ونقول بسم الله. اتفضلوا الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير، في صحه وفي سعاده وفي راحه بال من رب العالمين. قبل ما ابدا الفيديو عايزه لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. احنا النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، بيفرق مع ستات كتير وبيفرق مع ناس كتير. ازاي ان انا استعيد ثقتي بنفسي وازاي ان انا اشعر بذاتي. طبعا الاستحقاق او استحقاق النفس دوت شعور جميل جدا، ان انتي تحسي ان انتي يعني واثقه كده في نفسك وعندك كده ثقه. بس الثقه دي بتجيلك من رب العالمين اولا واخيرا. تمام. فالثقة اللي احنا بنتكلم فيها دي بتيجي من رب العالمين. طبعا احنا اول حاجة عايزين ان احنا نبقى قريبين من الله عز وجل. طبعا احنا قربنا من ربنا دوت بيساعدنا في حاجات كتير جدا جدا جدا. الثقة بالنفس ما بتجيش من فراغ، وما بتجيش من في وقت قصير، وما بتجيش برضو واللي حواليكي ليهم عامل كبير جدا. يبقى اللي حواليكي ليهم عامل كبير جدا علشان خاطر برضو الثقة بالنفس. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنشرح كده واحدة واحدة ازاي ان انا استعيد ثقتي بنفسي. ثقتي بنفسي عندنا حاجات كتير جدا. اول حاجة التقرب من الله عز وجل. لازم نعمل كده. اول حاجه التقرب من الله عز وجل، لازم نعمل حاجه كده تقربنا من ربنا. لو مثلا قبل الفجر بنص ساعه جبتي سبحتك، جبتي مصحفك، جبتي سجادة الصلاه، والتجأتي لربنا سبحانه وتعالى وطلبتي منه اللي انت عايزاه، وقلتي يا رب انا واثقه فيك، انا واثقه فيك يا رب، انا مديلي ايدك يا رب. اشحتي من ربنا عطفه، اشحتي من ربنا رضاه، اشحتي من ربنا رضاه عليكي، اشحتي من ربنا ان انت دعوتك تتقبل. دايما قول يا رب. اللي بيقول يا رب عمره ما يعني مفيش حاجه بتقف قدامه، عمر ما في حاجه بتقف قدامه، عمر ما في حاجه. آه، يعني بصوا، مفيش زي ربنا، مفيش زي ثقتك بربنا، مفيش زي احساسك ان انت مع ربنا سبحانه وتعالى. اول ما تحسي ان ربنا معاكي، وان ربنا واقف معاكي زيك زي ضلك، هتفهمي على طول ان انت واثقه في نفسك ثقه عمياء. اقعدي كده كلمي في ربنا شويه حلوين كده، اطلبي منه اللي انت نفسك فيه. لو انت مثلا في مشكله مع زوجك ومش عارفه تحليها، اطلبي من ربنا. الدعاء يا جماعه، الدعاء ده شيء مهم جدا جدا جدا. الدعاء واللجوء لله سبحانه وتعالى ده شيء مهم جدا جدا. تمام. بعد كده لازم تشتغلي على نفسك، تشتغلي على ذاتك. لازم تتعودي ان انت تعملي حدود بينك وبين الناس. تمام. لازم تتعودي ان انت تعملي حدود بينك وبين الناس. الحدود اللي انت بتعمليها هي اللي بتخلي عندك ثقة في نفسك، وبتخلي اللي حواليكي يحترموكي، واللي حواليكي يعملوا لك حساب. تمام. لان في ناس بتستهتر بالبني ادم الطيب. البني ادم الطيب اللي هو ما بيقولش لا على اي حاجه، في ناس بتستهتر بيه وبتبطه. فالناس اللي بتستهتر بيك وبتبطك دي لازم تعمل حدود بينك وبينهم، لازم تقول لهم لا. لازم يعني انا ما بتكلمش طبعا ان احنا هنتخانق، طبعا اللي بيسمع الفيديو اكيد فاهم انا بتكلم في ايه. رجعت لكم تاني وكنت بشرب كوبايه الشاي بقى، وقلت بقى ايه ادخل اصور اكمل معاكم بقيه الفيديو علشان خاطر ان شاء الله باذن الله الفيديو ده الكل يستفاد منه، خصوصا الستات اللي هي حاسه بمثلا ان هي يعني بقله القيمه، او بقله يعني الذات. مثلا اللي قدامها بيحسسها ان هي قليله،
فاحنا لازم زي ما انا بقولك كده، ممارسة الرياضة يوميا يا جماعة برضو شيء جميل جدا جدا جدا. يبقى اول حاجة اتكلمنا فيها ان انت تتقربي من ربنا سبحانه وتعالى، تمام، وتدعي. وتدعي، الدعاء ده حاجة جميلة جدا. يعني ان شاء الله باذن الله الدعاء دوت من الحاجات الحلوه قوي قوي اللي ان شاء الله ربنا يا رب يتقبلها. ربنا بيحب اللي يلجأ له ويدعي له يعني ويطلب منه دايما باستمرار. تطلبي من ربنا. تاني حاجة زي ما احنا قلنا، ان انت تعملي حدود مع اللي حواليكي، بالذات الناس اللي بتأذيكي والناس اللي بتقل منك ومن شأنك، تمام. تالت حاجة ان احنا يوميا لازم نعمل تمرين صغير كل يوم لمدة 10 دقايق بس. خلاص. طيب، وهنقول حاجة كمان، رابع حاجة، ان احنا دايما يعني ايه، بصي لنص الكوباية المليان، بلاش تبصي لنص الكوباية الفاضي. بلاش بلاش تقعدي يعني بلاش تقعدي تفكري في الماضي. دايما فكري في الحاضر وفكري في المستقبل، بس برضو ما تفكريش في المستقبل لبعيد. يعني فكري في الحاضر وفكري في المستقبل، بالنسبة مثلا للأسبوع اللي انت عايشة فيه، بالنسبة مثلا للوقت اللي انت عايشة فيه، للسنة اللي انت عايشة فيها. بلاش ان انت تفكري في المستقبل اللي هو البعيد، خلاص، علشان خاطر ده كله بيأثر على النفسية. خامس حاجة يا جماعة، ودي مهمة جدا جدا جدا، لازم تبدأي على نفسك تشتغلي. يكون ليكي، صدقوني يا جماعة، الست اللي بتشتغل دي بتحس بقيمة نفسها جدا جدا جدا. هتحسي بقيمة نفسك لما تحسي ان انت بقى ليكي قيمة، ان انت بقى ليكي شغلك، ان انت بقى ليكي فلوسك، ان انت بقى ليكي، خلاص هتحسي بقى بقيمة نفسك، ان انت ما بتطلبيش من حد. انا مش محتاجة اطلب من حد، انا بقى ليا قيمتي وبقى ليا شخصيتي وبقى ليا شغلي، تمام. كل الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي هتفيدكم ان شاء الله. واهم حاجة التقرب من الله سبحانه وتعالى. واهم حاجة ان انت تشتغلي. اشتغلي يا جماعة. هتقولوا ان انا مش عارفة اشتغل. اشتغلوا اي حاجة من البيت، اي حاجة. حتى لو هتفتحي قناة يوتيوب زي اللي انا فاتحاها دي، ان شاء الله ربنا يا رب يكرمنا كلنا، وربنا يا رب يرزقنا كلنا، وربنا يعني بصوا، انا عايزه اقول لكم ان الحياه هات وخد. الحياه عطاء واخد، مش مثلا كلها اخد بس ومش كلها عطاء بس. تمام. لازم تعودي اللي قدامك ان زي ما انت هتاخد مني انا هاخد منك، انا مش هديك حاجه ببلاش. علشان خاطر برضو دي من الحاجات اللي بتخليكي تحسي بقيمه نفسك. لازم يبقى في دعم حوالين منك، حتى ولو من اقرب الناس اليكي، مثلا زوجك واولادك، اخواتك، تمام. لازم يكون ليكي صديق مقرب تحكي له مثلا اسرارك، تحكي له على اللي تعبك وعلى على اللي وجعك. خلاص. ويعني اتمنى ان كلامي يكون ريح قلبكم، واتمنى ان كلامي يكون حلو وخفيف عليكم، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. وباي باي، مع السلامة، بحبكم في الله، باي باي.